فالصافي ده اللي هو ايه الفرق بتاعهم هيديني اللي انا استعملته. بمعنى صح، انا كان عندي اول الفترة مثلا 2 كيلو، اشتريت عليهم 4 كيلو مثلا طحين، فبقى عندي التوتال 6 كيلو. تمام، جيت جرت لقيت عندي 3 كيلو، يبقى 3 كيلو راحوا فين؟ دول هم اللي استعملوهم في الفود كوست. فانا هنا الفود كوست لازم هنا في الانكم ستيتمنت بعد الريفينيو هيظهر معايا هنا الفود كوست، وبعد كده هيظهر معايا البيرول اند ريليتد. البيرول اند ريليتد ده هيكون برضو مع الترانزاكشن اللي انا هنزلها بعدين ان شاء الله. زي ما نزلت الريفينيو هنزل كل ترانزاكشن اللي بيتم عليها. فانا هنزل بعدين البيرول اند ريليتد بتكون جايه ازاي، القيد المحاسبه هيتعمل ازاي. طيب، في برضو البيرل اند ريليتد مش بس سالري، ده بيكون ليه برضو حسبة الاكروال فاكيشن اللي بيعملها الاتش ار وبيبعتها لي، الاكروال اندemnity مخصص نهاية الخدمة. طبعا بيكون من ضمنه برضو التأمينات السوشيال، ميديكال انشورنس، كل ده بينزل تحت البيرل اند ريليتد. تمام. دلوقتي لو انا شغال بعمل برضو دعاية واعلان، فعندي قسم اللي اسمه الماركتينج، يعني لازم انزل برضو هنا جروب بعد الجروبات دي، بعد الفود كوست والبيرول اند ريليتد والكلام ده كله هنزل جزء الماركتينج، هنزل جزء الدليفري كوميشن. الدليفري كوميشن ده اللي هو مش دي، مش هنا فود دليفري او الاذر سيرفيس، لا، دي كانت حاجة تانية ماليش دعوة بالموضوع. دي اللي هي كانت عبارة عن ايه، سوري بس كان في غلطة شفتها. الدليفري كوميشن ده اللي هو بيكون عبارة عن ايه، عن طلبات. لو انت مثلا مشترك مع طلبات او اي شركة توصيل، دي طبعا بتاخد منك عمولة على الاوردر برضو. تمام. فدي بيكون لها جروب تحت اسمه دليفري كوميشن. حلو الكلام. طيب، في برضو جزء اللي اسمه الميسيلينيوس اكسبنسز. الميسيلينيوس اكسبنسز دي لو احنا شفنا هنلاقيها معانا هنا في المثال بتاعنا، اللي هي الكريدت كارد كوميشن. تمام. كريدت كارد كوميشن كانت ب 25. تمام. فالجروب ده اسمه ميسيلينيوس اكسبنس. ده بيكون نازل طبعا تحته حاجات كتير يعني. تمام. فانا هنا بقول مثلا ايه التوتال، هنا ده اسمه التوتال ميسيلينوس اكسبنس. اخر بقى ما انا هاجي هنا هلاقي ايه، هلاقي النت بروفيت. النت بروفيت طبعا مش هو ده النت بروفيت، ده عمره ما يكون دي ترانزاكشن بس، ده هي بس كده ايه مبدئيا لحد ما ناخد الترانزاكشن زي ما قلت لكم ونلم كل حاجه مع بعض، يبقى هنا النت بروفيت. طيب، يبقى انا قلت هنزل معايا كذا جروب، منهم اخر حاجه كنا حكينا عنها الميسيلينيوس. بعد الميسيلينيوس هيجي بقى ايجارات الرنت بتاعه الستورز اللي عندي، هيجي عندي الاوفر هيد الوكيشن. تمام. دي الاوفر هيد الوكيشن دي اللي هي بتاعه اقسام الاداره، اللي هي عندي مثلا وليكن اتش ار، فاينانس، اي تي، البروجكت لو عندي اداره مشاريع، الكلام ده كله. فهينزل حاجه اسمها اوفر هيد الوكيشن. اول حاجه بثبتها كل واحده الكوست سنتر، طبعا الكلام ده برضو هشرحه لكم بعدين بالتفصيل يعني. فبعدين بعمل له الوكيشن بيزد اون سيلز برسنتج لكل اوتلت، يعني بشوف نسبة المبيعات لكل اوتلتس وببتدي احمل على كل واحد حصته من اللي هو هياخده من الاقسام الادارية دي. طيب، بعد كده بنشوف جروب اللي هو خاص بالفاينانس، لان هي طبعا اسمها earning before tax والانترست والdepreciation. فانا لازم بعد كده هشوف موضوع، يعني هيجي هنا برضو بنود اللي هي الdepreciation والانترست والكلام ده.
لحد ما اوصل للنت بروفيت ده. يبقى انا عملت الكلام ده دلوقتي بحيث ان انا اعمل موضوع الريفينيو اللي انا شرحته. يا رب تكون المحاضرة برضو فادتكم، وإن شاء الله يعني نكمل معاكم ونكمل إن إحنا هنفيد غيرنا، وبالتوفيق لكم يا رب. السلام عليكم.